خوتي المتقاعدين في الجزائر، إذا كنت متقاعد لازم تشوف هذا الفيديو للنهاية. اليوم رح نحكيه على موعد صب زيادات المعاشات وش راه صاري بالضبط بخصوص الأثر الرجعي، وكاين تفاصيل بزاف ناس مازال ما يعرفوهاش. سلام عليكم خوتي واخواتاتي المتقاعدين في الجزائر، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. قبل ما نبدأ هذا الموضوع المهم، ما تنساوش تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وديروا لايك للفيديو باش يوصل لأكبر عدد من المتقاعدين، والأهم اشتركوا في القناة ماروتريت وفعلوا الجرس. وخوتي لازم تعرفوا حاجة، هذه القناة راهي قناتكم وقناة كل متقاعد جزائري حر يحب يعرف حقوقه وكل جديد يخص التقاعد. في الأيام الأخيرة كثر الكلام على زيادات معاشات المتقاعدين في الجزائر، خاصة بعد التصريحات اللي صارت في البرلمان بخصوص هذا الموضوع. حسب المعلومات اللي خرجت، الزيادة اللي تم الإعلان عليها للمتقاعدين ممكن توصل حتى 10%، وراح تدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر ماي القادم. بصراحة بزاف من المتقاعدين كانوا يتمنوا لو كانت هذه الزيادة تطبق قبل هذا الوقت، يعني في بداية السنة، باش يستفادوا منها في أقرب وقت ممكن. لكن الآن على الأقل أصبح الموعد واضح، والزيادة راح تبدأ ابتداء من ماي. بالصح السؤال اللي يطرح بزاف من المتقاعدين هو: هل راح يكون الأثر الرجعي ولا لأ؟ لحد الساعة مازال مكاش إعلان رسمي يؤكد هذا الأمر بشكل واضح، يعني مازال ما نعرفوش إذا كان المتقاعدين راح يتحصلوا على تعويض للأشهر اللي فاتت من بداية السنة. بعض الناس يقولوا ممكن يكون تعويض من جانفي حتى ماي، لكن هذا يبقى مجرد احتمال فقط، ومازال القرار النهائي ما خرج. كذلك كاين موضوع آخر مهم يتكلموا عليه بزاف من المتقاعدين، وهو الضريبة على المعاشات. بعض المتقاعدين اللي معاشهم يفوق 3 ملايين سنتيم يتم اقتطاع ضريبة من المعاش تاعهم كل شهر، ولهذا كاين مطالب كثيرة باش يتم تخفيض هذه الضريبة أو حتى إلغائها لبعض الفئات. لأن بزاف من الناس يقولوا باللي المعاش حتى لو كان 4 ملايين ولا 5 ملايين ما بقاش يكفي، خاصة مع غلاء المعيشة. بصراحة المتقاعد الجزائري خدم سنوات طويلة وقدم الكثير لهذا الوطن، ومن حقه يعيش تقاعد كريم ويكون عنده معاش يساعده يعيش بكرامة. والزيادة اللي تم الإعلان عليها حتى لو كانت بسيطة تبقى خطوة إيجابية، وإن شاء الله تكون بعدها زيادات أخرى في المستقبل تكون أفضل للمتقاعدين. وقبل ما نختم الفيديو نحب نقول حاجة لخوتي المتقاعدين: إذا حابين تبقوا دايما مطلعين على كل الأخبار الجديدة اللي تخص التقاعد في الجزائر، ما تنساوش تشتركوا في القناة ماروتريت وفعلوا الجرس. وخوتي مرة أخرى نقولها، هذه القناة راهي قناتكم وقناة كل متقاعد جزائري حر يحب يعرف حقوقه وكل جديد يخص التقاعد. وقبل ما نكمل نحب نسقسيكم سؤال: وش رأيكم في زيادة المتقاعدين، وهل تشوفوا لازم يكون معها أثر رجعي؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات باش نعرفوا رأي المتقاعدين كامل في الجزائر. شكرا لكم كامل على المتابعة، وربي يحفظكم ويبارك في صحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.